صراع سفيان بن جديدة وبيلو إيلو، فمن سيحسم لقب هداف البطولة؟ 3, 2, 1. مع اقتراب البطولة الاحترافية من محطاتها الحاسمة، تحول مربع العمليات في الملاعب المغربية إلى ساحة صراع مفتوح بين أبرز المهاجمين. وبينما يبدو أن لقب الهداف بدأ يقترب من العاصمة العلمية، لا تزال المفاجآت واردة في ظل استفاقات المطاردين. وقد فرض سفيان بن جديدة نفسه نجما مطلقا لهذا الموسم، حيث نجح في قيادة هجوم الماس بفعالية نادرة، مسجلا 16 هدفا حتى الآن، وتميز بقدرته على استغلال أنصاف الفرص، مما جعله يبتعد بفارق مريح عن أقرب منافسيه، محققا معدلا تهديفيا لافتا ساهم في وضع فريقه ضمن أندية الصفوة في الترتيب العام. وبعد بن جديدة يأتي اسم النيجيري بيلو إيلو، مهاجم حسنية أكادير الذي وصل إلى هدفه العاشر، ويعتبر هو القوة الضاربة لغزالة سوس والمطارد المباشر لصدارة بن جديدة، إذا ما استمر هذا الأخير في هز الشباك بنفس الوتيرة خلال الجولات المتبقية. فهل يحسم اللقب مبكرا؟ بناء على الأرقام الحالية يبدو أن سفيان بن جديدة هو الأقرب لتحقيق لقب هداف الدوري المغربي، خاصة مع وجود فارق 6 أهداف عن وصيفه. ومع ذلك فإن الطبيعة الهجومية وحماس الجولات الأخيرة قد تمنح فرصة للمطاردين لتقليص الفارق في المباريات القادمة.